مالك يا محمود؟ من ساعة ما نزلنا وركبنا العربية وانت ما اتكلمتش نص كلمة، هو في حاجة حصلت؟ عندي صداع. نحلة بتزن في دماغي من صباحية ربنا. طب وانت يا حبيبي بتعمل في نفسك كده ليه؟ خايف عليا؟ أكيد طبعا خايفة عليك. مش جوزي حبيبي أبو ابني؟ أهو ابني ده بقى اللي مطير النوم من عيني ومش مخليني عارف ارتاح. على فكرة هو كويس، أنا مش عارفة أنت قلقان ليه؟ معلش أنا مش هرتاح إلا لما أشوفه بنفسي على السونار. أنا عرفت إن في دكتور حلو أوي هنا، حجزتلك عنده. بس أنت عارف يا محمود إن أنا ما برتاحش غير عند الدكتور بتاعي. معلش معلش، اعصري على نفسك ليمونة. هروح للمرة دي ونطمن وبعد كده بقى قاطعين. أنا بصراحة مش فاهمة أنت بتعمل كده ليه يا محمود؟ خلاص خلاص احنا وصلنا بأمر الله. خطوتين. اطمنا يا دكتور، شايف ايه؟ اطمن. حامل في 4 أسابيع. يا كرم الله. طب الصورة دي ما ينفعش تكبر عن كده، اسمع نبض واي حاجة. المرة الجاية إن شاء الله هخليك تسمع النبض بتاعه. ان شاء الله. يا انت كريم يا رب، يا انت كريم يا رب، اللهم لك الحمد والشكر. ظهرنا الاول. الله اكبر ما شاء الله. مش فاهم انا كنت فرحان ازاي وانا شايف الواد قدامي على السونار. يا لهوي، كان نفسي اشيلك على ظهري والف بيك العياده كلها. عياده ايه؟ كان نفسي الف بيكي مصر كلها. مالك بوزك ضارب في الازاز كده ليه؟ هو أنت كنت شاكك فيا يا محمود؟ ولا تهاني مالت دماغك من ناحيتي؟ الظلم حرام. بصراحه بقى اللي مال دماغي وقال لي انك مش حامل الزفت اللي اسمه اكرم. أكرم؟ بس وديني ياخد حقي وحقك منه. من هنا بقى لغايه ما ده يحصل اموري وانا انفذ. شوفي نفسك في ايه وانا اعمله لك. تكتب لي الفيلا باسمي، مش عشان نأمن مستقبل ابننا. والله ما رديت لك كده. الفيلا باسمي. اكتب لك عربيه الحاج شرشر فوق البيعه. حلوه. مراتك ضحكت عليك وخليتك تمضي عقد بيع المصنع يا مغفل. يا روح قلبي يا ناس، يا ريتني كنت معاكم يا محمود. خلاص المره الجايه ان شاء الله رجلك على رجلنا. لا يا اخويا بلاش، لحسن بس سوسن تاخد على خاطرها. معلش هي مدب شويه بس قلبها طيب. على طول يعني بتكلمني عليكي وقد ايه انت تعبانه في البيت وشايلاها على دماغك، وعلى طول يعني مهتمه بكل التفاصيل. يعني دي حتى مش عارفه تريحك ازاي. وطبعا راحتي هتبقى في البيت في بورسعيد، مش كده؟ بص يا محمود يا اخويا، الناس الدغري اللي زيك دول مالهمش في اللف ولا في الدوران. انا هلم حاجتي كلها النهارده وارجع على بورسعيد. انا مش عايزك تاخدي على خاطرك. في الاول ولا في الاخر انت راجعه لمملكتك، وهتاخدي بحس امي وتحنني قلبها عليا. دي غضبانه عليا من ساعه ما جيت هنا. حاضر يا اخويا. اهلا اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامه. ايه النور ده يا اما؟ يعني كنت قولي لنا انك جايه وكنت فرشتلك الارض ورد من بورسعيد لحد هنا. بقى يا ناقص تسيب امك كل ده ما تشقرش عليها. اللي ينفعك رضاه يضرك غضبه. لو النبي في عرضي ده انا ماشي ببركه دعاكي. وبعدين يعني انا كنت جاي لك بورسعيد النهارده. اهو سالت هاني. حصل يا خالتي، والله كنا لسه في سيرتك لقيناكي على الباب. بطلوا كدب انتوا الجوز. اللي يكذب نهار الوقفه يسود وشه نهار العيد. امال فين الشحروره؟ خرجت يعني عندها شغل. يا اخويا سايبها ترمح ولا همك اللي ببطنها. طب لو سقطت دي هتعوضوا ازاي ده؟ لا والنبي يما، لا والنبي الله يكرمك تفي من بقك، ده انا اروح فيه.
كل الحكايه يعني ان انا مش عايز ازعلها. وانت لما تستتها في البيت ايه اللي يزعل في كده؟ ولا هي عايمه على عم الستات الانت تنتن دول وومن اللي بنسمع عليهم دول؟ الله اكبر عليك يا اما، يعني ما شاء الله واعيه ودريانه بكل حاجه. الله امال يا حبيبي مسقفه اكتر من اللي معاهم شهادات. طبعا. طيب يا جماعه، عايزين مني حاجه بقى قبل ما ارد على بورسعيد؟ او النبي يا انور يا اخويا استناني، انا هلم حاجتي وهاجي معاك. ترجعي فين يا معدوله انت هتفضلي قاعده معايا هنا ولا في اعتراض؟ يا لهوي يا نهار ابيض ياما، انت بتقولي ايه؟ ده انا اسيب لك اوضتي اللي فوق دي وانزل ابات في حمام السباحه. هي الفيلا دي ما فيهاش دورة ميه؟ لا فيها يا خالتي، تعالي من هنا. على مهلك. طيب انا هتكل بقى. ماشي يا حبيبي، توكل على الله. انت بقول لك ايه، قول لسحر ورؤية هبعت لهم نصيبهم من ارباح المصنع بعد بكره ان شاء الله، هحوله لهم على حسابهم. تمام، ربنا يزيدك. ربنا يخليك يا حبيبي. سلام. نورك. الو يا سوسه، انا قلت اعرفك ان امي جت، يعني عشان ما يبقاش في اي مفاجآت. يعني انت فين؟ طب ما تاخريش بقى. يلا سلام عليكم. سوسة، افتحها سوسة. ايوه ثانية يا محمود. طيب سوسة. طيب ايه، ادخل. في ايه؟ مفيش. انت مالك قافلة على نفسك ليه؟ في يعني يا محمود، قاعدة مع نفسي شوية، مش عايزة الاقي امك طالعة فاتحة عليا الباب. وهي امي هتطلع لك على السلم؟ لو ما كانتش امك هتبقى تهاني، ما هو البيت بقى زريبة بصراحة. بقول لك ايه، ما تستغليش خوفي عليكي ودلعي فيكي وتغلطي في امي او في تهاني. انا اللي يغلط في حد من اهلي وبالخصوص امي ابعزق بكرامته الارض. ومين قالك ان انا بتكلم عن امك اصلا؟ وبعدين انت مش قلت لي ان تهاني هتمشي من البيت قريب؟ وانا عندي وعد كلها كام يوم وتهاني هترجع مع عمي على بورسعيد. وبعدين ما يصحش تقعدي هنا وتسيبيهم، يعني بيسالوا عليكي تحت. ماشي يا محمود. لسه ما اكتشفتش مراتك يا كاورك. لو مش مصدق هتلاقي المصنع متسجل في الشهر العقاري باسم عصام طليقها. افتحي يا شيرين، عارف ان جوه. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.